ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا بعد فترة غياب طويلة أنا طبعا بعتذر إن احنا بقالنا فترة ما بنعملش فيديوهات. بس طبعا زي ما انتم عارفين الانجيج والتفاعل مع الفيديوهات ما كانتش كتيرة، والصراحة يعني بعمل فيديو بس ما بيجيبش فيوز كتيرة ومش ناس كتيرة بتنتراكت. ويعني عموما لو شفتوا أي فيديو وعجبكم حبيتوه أو في حاجة نفسكم مثلا نتكلم عليها أو نعملها ريفيو أو حتى أي حاجة يعني لها علاقة بالأفلام وكده، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهعملها على طول. بعد طبعا نهاية سنة 2024 هنعمل حلقة التوب 10، والحلقة التوب 10 دي هنقسمها، يعني الحلقة دي توب 10 أفلام إنجلش، اللي بعديها عربي مسلسلات. وممكن في الحلقة دي أذكر مسلسلات لأن مش هيبقى فيه توب مسلسلات، يعني فاعتبروا الحلقة دي هو توب 10 أفلام ومسلسلات إنجلش عموما يعني. أتمنى لكم تعملوا سبسكرايب للشانل، تيجوا على انستجرام بيج على فيسبوك بيج واعملوا فولو على تيك توك، ويلا بينا بقى نعرف إيه هما أفضل والأسوأ في الأفلام والمسلسلات الإنجليش. الافلام والمسلسلات دي كانت سنه حلوه بتاتا، لا للافلام الانجليش ولا الافلام العربي. فيه شويه حاجات لطيفه انجليش بجد، انا تعبت قوي عقبال ما لقيت افلام انجليش فعلا تستنى توب 10. وحتى الافلام التوب 10 دي مش الافلام الواو اللي ممكن تتفرج عليها كل شويه، يعني ممكن باستثناء فيلمين ثلاثه. عموما احنا مسلسلات الانجليش الحاجات الحلوه اللي شفناها والحاجات الوحشه. مبدئيا الحاجات الوحشه، انا ما شفتش مسلسلات انجليش كتير السنه دي الصراحه. بالنسبه للمسلسلات اللي انا شفتها، في مسلسل بيبي ريندي مثلا، ده كان عامل يعني كلام كتير وموضوع كبير، بس في الاخر المسلسل ما كانش احسن يعني. مش كانش وحش، هو كان ممتع وكل حاجه، بس تحس انه مش الحاجه الواو يعني. بينجوين انا معلش مع احترامي لكل الناس اللي بتحب المسلسل، او بالنسبه لي من الافضل اكيد، مش اقوى مسلسل نزل السنه دي. برضه كان في مسلسل اسمه ديسكليمر. ديسكليمر ده انا شفت منه 5 حلقات او 10 حلقات وحلو قوي، يعني تقريبا هو الافضل في كل المسلسلات دي يعني. في برضه مسلسل لجيك جولان هول، هو مسلسل بريزيومد انسنت. ده كان مسلسل كورت روم دراما محاكم وجريمه وحاجات كده، وكان مسلسل حلو جدا على فكره وعجبني. حتى نهايته، على الرغم ان نهايته ممكن ما تعجبش ناس كتير، انا عجبتني نهايته، بس ما عجبتنيش اخر 5 دقايق مثلا في المسلسل او القفله. بس المسلسل اوفرول كان حلو يعني، ومش لكل الناس. ديسكليمر مثلا مسلسل برضه مود قوي، واحده ليها مش عارف ماضي بيطاردها وحاجات كده، وانا شفت منه 5 حلقات ولسه مكمل وهو حلو جدا. بينجوين هو يعتبر الحاجه الوحيده العدله اللي اتعملت كسوبر هيرو السنه دي اللي احنا. بس عموما دي المسلسلات اللي انا يعني شفتها. دلوقتي على قبل ما نتكلم بقى على الافلام الافضل والكلام، تعالوا نتكلم على اسوأ افلام نزلت في سنه 2004. احنا عندنا فيلم اسمه تويسترز، يعني مبدئيا ده كده يعني كاتبه عندي فيلم تويسترز، هو المفروض اللي هو فيلم ديزاستر موفي، ومش فيلم حلو خالص. يعني المفروض بقى اللي هو في تورنيدو بيضرب مدينه ومش عارف ايه وحاجات كده، ده هو سرفايفل على حاجه. بس الفيلم مش حلو، انا ما عجبنيش. تي في بلو الفيلم ده على فكره مش مشهور وما خدش حظه، وفي فزلكه انا مش فاهمها ليه. يعني الفيلم في الاول كان بوتنشال اللي هو يبقى فيلم كويس، وكان فكرته جديده وليه تون وليه شكل. الفيلم في الاخر بالنسبه لي واحد من اسوأ الافلام اللي شفتها السنه دي. فيلم زباله وحش قوي، فاهم؟ يحبوا يتفلسفوا، فالفيلم باظ منهم. فيلم طلع اللي هم عايزين يعملوا بقى رمزيات وحاجات، والفيلم طلع بجد فيلم وحش جدا، مع انه فيلم يعني زمنيا ديوريشن بتاعه ساعه 40 دقيقه، مش فيلم طويل يعني. بس انا بالنسبه لي فيلم مش حلو خالص، لان احنا حاولنا نتفزلك ات سيرتن بوينت، حسيت ان الفيلم وقع مش فيلم وحش او وقع. فيلم زباله بجد يعني. برضه من الافلام اللي انا كتبتها فيلم تراب. فيلم تراب ده اخراج وتاليف ام نايت شامالان، الراجل اللي عمل ذا سيكس سنس بقى وفليت والافلام دي، والراجل ده مكروه عموما. بس عموما الفيلم ده كنت قلت يعني اجرب اتفرج عليه. لما اتفرجت عليه النص الاول بتاعه كان حلو يعني، لحد ما خرجوا من الكونسرت انا بالنسبه لي كان الفيلم ماشي بايقاع حلو وكان ممتع، وكنت فعلا متحمس اكمل الفيلم. بعديها الفيلم راح في حاجه انا مش فاهم ايه اللي حصل. تحس يعني بجد النص الاول من الفيلم كان حاجه حلوه، النص التاني من الفيلم بوظ الفيلم كله، كرهك في الفيلم. المخرج ده هو مريض بالافلام التويستات، وفي الاخر الفيلم انتهى نهايه سيئه، من اسوأ النهايات اللي ممكن اشوفها. وفي الاخر عندنا الفيلمين بالنسبه لي ما عجبونيش وبنفس الوحشه. الفيلم الاول هم فيلمين سوبر هيرو، فتعالوا اقول لكم ببساطه شديده الفيلم اللي ما عجبنيش هو فيلم ديدبول وولفرين. وانا اسف في اللي انا هقوله ده، فيلم ديدبول وولفرين كان وحش جدا. معلش ليه بقى؟ لان انا واحد دلوقتي كنت داخل الفيلم، انا سيبكم ان انا ما بحبش مارفل وافلام مارفل، انا واحد داخل الفيلم اصلا اكسبكتيشن او التوقعات بتاعتي قليله في الارض، خارج من الفيلم متضايق اكتر، لا زعلان. الفيلم مش حلو خالص يا جماعه يعني بجد. مش عارف ليه
انتوا داخلين فيلم بناء يعني اللي عايزين تشوفوا ايه في الفيلم؟ عايزين تشوفوا بقى شخصيات وكاميوز اقسم بالله ما ليهم اي 30 لازمه، بيهم او من غيرهم الفيلم ملوش لازمه. يعني لما عملوا الحركه دي في سبايدر مان الموضوع كان حلو ونوستالجيا وقدروا يعملوها بشكل حلو، كان لها علاقه بالقصه. مش عارف بليد والكترا والشخصيه بتاعت شانينج تيتم دول معرفش ايه لازمتهم في الفيلم، انا مش فاهم بصراحه، انا معرفش. وبالنسبه لي انا الفيلم ده بالنسبه لي واحد من اسوأ الافلام اللي شفتها في 2024، وفيلم وحش يا جماعه معلش، يعني انا اسف في اللي انا بقوله ده رايي في الاول وفي الاخر. يعني انا عايز بس افهم انتوا عجبكم الفيلم ليه، مش كفلان ظهر هيو جاكمان رجع لولفرين تاني. طب ما هيو جاكمان يعني هو عمل اللي عليه زياده في افلام، يعني في افلام وولفرين واكس مان، فاهمين الموضوع ما فيهوش حاجه جديده. يعني الفيلم الاسوأ بالنسبه لي السنه دي هو جوكر الجزء الثاني. جوكر الجزء الثاني وفيلم كارثي. وعايز برضو يعني انا واحد بحب دي سي وبحب افلام دي سي جدا، انا بالنسبه لي فيلم الجوكر لكن تتخيل انا خارج منه متضايق ازاي. وفي فيلم برضو عرض وفي ناس ما بتقول عليه كلام كويس، انا الصراحه ما قدرتش اكمله، يعني شفت منه 10 دقايق ربع ساعه ما قدرتش اكمله، ان انا الفيلم نسخه طبق الاصل من الجوكر، رايح في نفس السكه. انا مش فاهم، الناس بتقول عليه حلو وبتقول على الجوكر وحش، انا ما كملتش الفيلم، يمكن قدام بيبقى حلو، بس انا الصراحه ما اظنش ان الفيلم حلو. جوكر فيلم سيء، لان هو المخرج حب يعمل فيها فنان فراح عمل لك بقى فيلم محدش يفهمه بقى، اللي هم الناس العميقه بقى تقعد بقى ايوه بس ده قصده، مش عارف محدش عجبه الفيلم ولا حد حب الفيلم، لا بتوع مارفل ولا بتوع دي سي ولا بتوع الافلام عموما. الاسوأ بالنسبه لي معلش لو خدت وقت فيهم، بس دول افلام كانت وحشه جدا. افلام الاونربل منشنز او القائمه الشرفيه اللي احنا عايزين نقولها يعني قبل ما نبتدي في التوب 10 بتوعنا. ولو بتتفرج لحد دلوقتي في الفيديو فشكر ليك جدا، اعمل بس لايك للحلقه لو عجباك، ويلا بينا بقى نكمل الحلقه. باخد بريك كده ما بين الحاجه راجع الكلام عشان برضو بيبقى في كلام في دماغي وبحاول ايه. انا نفسي لو كده الصوت طلع بجد، لو الكلام ده طلع انزله كميكنج يعني، هتبقى حاجه لطيفه يعني، الناس بتحب الحاجات دي المفروض بتصور اكتر. انا بتكلم بس الصوت يطلع حلو. تعالوا نبتدي الفيلم. انا شايف ان هو فيلم اتظلم السنه دي جدا ومش واخد صيت قوي. فيلم اسمه سينج سينج. الفيلم ده قصته ايه باختصار؟ بيتكلم يعني عن واحد بيتحبس وبيقابل مجموعه مجرمين في السجن، المفروض ان هم بيكونوا فرقه عشان فرقه تمثيل وكده ويعملوا مسرحيه وفيلم. بالنسبه لي الفيلم ده فيلم كويس، مش فيلم واو ولا فيلم جامد، وبالنسبه لي ما كانش فيلم احسن حاجه قوي، بس فيلم حلو يستاهل تتفرج عليه انت وعيلتك انت واصحابك. فيلم حلو يعني، فيلم فيه تمثيل حلو، فيه اخراج حلو، البطل بتاع الفيلم مش عارف اسمه ايه ولا حد فيهم مش عارف اسمهم ايه، بس كلهم كانوا بيمثلوا حلو، وفيلم كان جميل، بس كنت حاسس انها كان الموضوع فيه عمق اكتر من كده شويه، بس اوفرول فيلم كويس يعني. مبدئيا كده عشان بس تبقوا عارفين من الفيلم ده والافلام التانية اللي هقولها، في افلام انتوا هتتضايقوا قوي ان هي موجوده في الاونربل منشنز او القائمه الشرفيه اللي عاملينها. الافلام دي بالنسبه لي أنا يا اما ما عجبتنيش قوي فما حطيتهاش في التوب 10، يا اما عجبتني بس انا لقيت فيه افلام اكتر يعني عجبتني بشكل اكتر يعني، فعشان كده حطيتهم في التوب 10. وعلى فكره الافلام دي يعني في ناس كتيره بتحبها واكيد انا مش بكرههم يعني، بس برضو يعني رأيي شخصي، برضو عايز اعرف رأيكم في كل الكلام ده. وبرضو انا كنت حاسس ان كان ممكن يتعمل بيهم شغل احسن من كده. فيلم اسمه ذا جوست لايت. قصة الفيلم باختصار، انا هقول قصة تاني عشان كده حرقت. فيلم جوست لايت هو قصته باختصار عن راجل كومبليكيتد شوية في حياته، بيمثل فريق مسرحية وحاجات كده والكلام ده. شوفوا بس الموضوع مش زي الدراما بتاعت الفيلم حلو، بس كنت حاسس ان الفيلم كان ممكن يتكتب بشكل احلى من كده بصراحة، بس اوفرول كان فيلم كويس يعني. برضه فيلم من الافلام يعني في شوية ناس اتكلموا عليها بس ما ادولوش المساحة الكافية. ده أولا مدته ساعة وتلت تقريبا أو ساعة ونص، اللوكيشن واحد، المفروض إن هو لقاء تلفزيوني، راجل مقدم برامج تي في هوست بيعمل لقاء مع واحدة مشبوه إن هي جنة أو عفريت لابسها يعني. اتفرج على الفيلم، ممكن تبقى الفكرة بالنسبة لك لما أقولها كده يا عم العبط، اتفرج بس على الفيلم لما تخلصوا قول لي رأيك بجد والله، يعني قول لي إيه رأيك في الكلام. في فيلم برضو كمان اسمه ديفرنت مان. ديفرنت مان ده فيلم برضو ما خدش حقه قوي، بتاع سيباستيان ستان، واحد كده المفروض هو عنده مشكلة في وشه. فيلم دراميا جميل جدا حلو جدا، يمكن يعني لو هنقول في الخمس افلام اللي قلت لكم عليها ده هو الافضل ما بين الافلام اللي فاتت اللي انا قلت لكم عليها دي. بس الافلام اللي انا حاططها في التوب 10
عجبتني اكتر، حطيتها في التوب 10. بس لا يما فيلم ديفرنت مان دول من الافلام اللي ممكن تتفرج عليها مره واتنين. من الافلام اللي في شويه ناس اتكلموا عليه فيلم اسمه لاف لايز بليدنج. مبدئيا الفيلم ده 18 بلس مبدئيا كده يعني. فيلم دموي جدا، فيلم فيه مشاهد عنف كتير والكلام ده، فيه صدمات كتيره، وفيلم برضه من الافلام يعني هو حلو وكل حاجه، بس انا مش فاكره ان انا شفته من فتره، بس انا فاكر انه عجبني. ممكن تتفرجوا عليه بتحبوا النوعيه دي من الافلام. بس هو فيلم غريب حتى ومؤثر جدا. هنخش فيها بقى اللي هي ايه، دي الافلام اللي بتبتدي تعمل شويه مشاكل. فيلم لونج ليجز. لونج ليجز العوده نيكولاس كيج من بعد بقاله فتره ما بيعملش افلام حلوه. السنه دي والسنه اللي فاتت عمل افلام حلوه لونج ليجز، والسنه اللي فاتت كان عامل فيلم احلى كمان من لونج ليجز اسمه دريم سيناريو، كنت حطيته في توب 10. للاسف الفيلم يعني ما نجحش قوي يعني، بس انصحكم تشوفوا الفيلمين، هما فيلمين حلو. دريم سيناريو احلى وفكرته جديده. لونج ليجز اتعمل له بروموشن ابن لذينه جامد، وفي الاخر الفيلم حلو، بس تحس ان الفيلم ما كانش على مستوى البروباجندا او البروموشن كبير وعمل زي فيلم اسمه انورا. في ناس كتير بتحبه، قائمه التوب 10، وناس على فيسبوك بوست والكلام ده يقول لك يا عم ده فيلم رائع وجامد، هو سبستنس وايميليا بيريز من التوب. انا انورا ما عجبنيش خالص. الفيلم ده كان بوتنشال هو يبقى فيلم كويس، كان فيه تمثيل حلو وفيه شغل حلو. at certain point الفيلم وقع معلش لو انا بحرق يعني. بعد ما هو هرب من البيت وابتدوا يدوروا عليه، انا بالنسبه لي كده الفيلم خلص، والفيلم اصلا لحد نهايته انا ما عجبنيش. الفيلم الاخير معانا وبدون نقاش كتير عشان نعدي بس النقطه دي، ديون بارت 2. انا ديون بالنسبه لي كافلام انا ما بحبهاش. ديون بارت 1 و 2 احلى شويه يعني، فيلم امتع. ديون بارت 1 فيلم ممل جدا، فيلم ما فيهوش حاجه، ودي مشكله المخرج دينيس فيلنيف اللي هو كل مره لما بيعمل فيلم الفيلم يبقى فجأة مفاجأة كبيرة أوي في آخر الفيلم. ده ما حصلش في بارت 1 ولا حصل في بارت 2. بارت 2 كان بيمهد حلو، بس نهاية ما عجبتنيش. نهاية ما كانتش ملحمية على قد اللي أنت عملت تبنيه بقالك في المانيا. بس اوفرول أنا بالنسبة لي فيلم ديون بارت 2 أحلى شوية من بارت 1، بس برضه يبقى أفلام بالنسبة لي، سواء بالنسبة لي وبالذات بارت 1 15 فيلم توب 15 مش توب 10. فتعالى افلام انا عجبتني جدا، وافلام انا عجبتني وحابب اقول لكم عليها عشان تتفرجوا عليها، عشان ممكن مش ناس كتير تعرف. فرقم 15 معانا هو فيلم اسمه سترينج دارلينج. سترينج دارلينج ده من الافلام ما خدتش يعني رواج كبير، او مش ناس كتير تعرف الفيلم ده. واحده بتهرب من واحد بيطاردها، تمام، والمفروض بقى ان فيه تويستات وتقلبات. فيلم موتر جدا، وفيلم معمول بشكل وبلو بادجت شويه، ممتع جدا صراحه. وبرده فيلم 15 معانا وفيلم اسمه كاري اون، بطوله كارين ايجرتون وجيسون بيتمان، واخراج المخرج جو ميكولات سيرا اللي عمل فيلم بتاع بلاك ادم. فيلم قصته باختصار بيحكي لك عن واحد شغال في مطار، واحد جاي له بشنطه، هو عايز بس الشنطه دي تعدي، يا اما لو الشنطه دي ما عدتش. هو فيلم بوب كورن كده لطيف جدا، ومش عارف ليه بحس هو فيلم طبعا ما خدش شهره قوي، بس هو فيلم 13 معانا. هو فيلم اسمه اريل بين. اريل بين اخر فيلم شفته في القائمه دي كلها. اريل بين ده بطولة جيسي ايزنبرج وكيرن كالتن. قصته اتنين ولاد عم بيسافروا في لو انتوا مالكوش في الافلام اللي هي ممكن ميبقاش فيه بلوت قوي، بس بيبقى فيه دراما وعلاقات معانا. هو فيلم ابجريدد. لو كل الافلام اللي في الاونربل منشنز والافلام اللي هقولها لكم والافلام اللي انا قلتها لكم ما خدتش حظ قوي، احب اقول لكم فيلم ابجريدد ده تقريبا انا اتفرجت عليه بس يعني بجد. يبقى اولا هو فيلم رومانتيك كوميدي دراما، بيتكلم عن واحده بتحب الفن قوي، بتحب الفن التشكيلي جدا، والمفروض ان هي مسافره نيويورك، سافرت لندن عشان عندها حاجه مشروع وكده، وهي الكلام ده بتتدرب يعني. فبتقابل واحد وبتحصل مواقف. بس اتفرجوا على الفيلم. فيلم رومانتيك كوميدي دراما جميل جدا، ممتع جدا. مش فيلم يعني ممكن يبقى فيه نوع من انواع التقليديه شويه في الحاجات، بس انا ما ضايقنيش الكلام ده، وبالنسبه لي الفيلم عجبني جدا بصراحه، وحبيت الفيلم جدا، وانصح ان انتوا تتفرجوا عليه. 11 فيلم فريوسا ده، هو انتوا نسيتوا الفيلم ده نزل شاف واتشال بس يعني عادي، هو فيلم نزل والناس اتفرجت عليه، اوكي تمام لطيف. على فكره فيلم فريوسا ما يقلش جمدان ماد ماكس فيوري رود خالص، على فكره خالص خالص خالص. نفس الجنون بتاع الاكشن، نفس التمثيل الجامد، نفس الشغل الرائع اللي عمل الفيلم. انا بالنسبه لي فيلم فريوسا ده فيلم حلو. التوب 10 بقى، التوب 10 رقم 10 معانا يا جماعه. فيلم ذا وايلد روبوت. افضل فيلم انيميشن يتعرض السنه دي. اولا انا ما شفتش افلام انيميشن كتير يعني، سايد اوت ما شفتوش، في كام فيلم كده ما نزلوش، بس انا ذا وايلد روبوت سمعت عنه كلام كتير ان هو من اقوى واحلى الافلام السنه دي. بعد ما اتفرجت عليه حبيت الفيلم جدا. يعني مؤخرا اخر كام سنه ابتدي احس ان في فيلمين بصراحه جديد. اخر فيلم شفته عجبني كانيميشن كان سول بتاع جيمي فوكس.
بعدها الفيلم ده تصدق او لا تصدق، كلينت ايستوود عمل فيلم السنه دي. ايه ده؟ كلينت ايستوود ازاي؟ فيلم اسمه جورر، بطولة نيكولاس هول، نيكولاس جيكي سيمون. فيلم دراما محاكم جريمة وغموض، جريمة قتل اشتباه وحاجات كده. فيلم نزل كده تحت الرادار، مش ناس كتير خدت بالها منه. بجد فيلم حلو جدا يا جماعة. الجورر ده لو بتحبوا النوعية دي من الأفلام، نوعية الجريمة وغموض، كورت روم دراما شوية، لو بتحبوا الحاجات دي ثمانية معانا. هو الفيلم ده لا ينصح بالمشاهدة تحت 21 سنة. رقم واحد، لا ينصح بالمشاهدة وانت بتاكل او قبل او عايز تاكل. اوعى تتفرج على الفيلم ده وانت في الحالات دي كلها. الفيلم ده هو فيلم تيريفاير الجزء الثاني، اكتر فيلم دموي انا شفته عموما في الافلام الانجليزي. تفهموا؟ اتفرج على الاجزاء القديمه، هو في جزئين. انا شفت الثاني ودخلت على الفيلم، كان فيه شويه حاجات وهماني، بس تمام الفيلم كان عجبني جدا. فيلم حلو قوي يا جماعه بجد يعني. لو بتحب النوعيه سلاشر موفي وكور والحاجات دي هيعجبك. رقم 7 سمايل 2 يا جماعه. سمايل 2 انا سمايل 1 ما عجبنيش قوي صراحه، يعني كان عاجبني سمايل 1 لحد اخر اكت من الفيلم. بالنسبه لي الفيلم وقع الصراحه، يعني اخر اكت والمشهد الاخير ما عجبنيش خالص. سمايل 2 عوض جدا كل ده، وسمايل 2 بالنسبه لي من نوادر ان اشوف جزء تاني الفيلم ويبقى احلى بكتير. هو الفيلم الرابع اللي انا عجبني جدا، هيراتيك. هيو جرانت بيعمل فيلم رائع وعامل دور حلو قوي. والفيلم بالنسبه لي كله من اوله لاخره حلو جدا. فكره هو فيلم برضه لوكيشن واحد بس قادرين يطلعوا حاجه قويه. طيب رقم 5 معانا الفيلم اللي انا كنت متاكد ان انا هحطه كده كده من قبل ما اشوفه، كنت متاكد ان هو يبقى من توب 10 بتوعي. وهو فيلم وي ليف ان تايم، اندرو جارفيلد وفلورنس بيو. فيلم رومانتيك دراما حلو جدا. حاسس بالفايب دي من قبل ما اشوف فيلم البوستر حتى، اللي انا حاسس ان الفيلم ده هيبقى من احلى افلام السنه. هو فيلم 18 بلس ينصح بيه. هو فيلم ذا فول جاي، اكشن كوميدي في بوب كورن لطيف وممتع، واستمتعت بيه من اوله لحد اخره، ومستعد اتفرج عليه تاني وتالت ورابع ومش هزهق من اخره. ما توقعتش ان هو ممكن يبقى فيلم قوي كده، قلت هو فيلم محتاج. انا شفت فيلم عجبني جدا بقى معانا. هو حاسس ان الناس مش بتديله حق. هو جيمس ماكافوي في فيلم سبيك نو ايفل. الفيلم ده برضو من الافلام اللي فاجئتني جدا. جيمس ماكافوي ممثل جامد. الفيلم ده عمل اداء روعه. وقصه الفيلم باختصار، جيمس ماكافوي ومراته وابنه وفي عيله تانية بيتقابلوا في سفريه، فبيعزمهم ان هم يجوا يقضوا الاجازه عندهم، يعني في بيت جيمس ماكافوي، وبيروحوا لهم. بس في حاجات غريبه بتحصل. بس اتفرجوا بقى على الفيلم وقولوا لي رايكم. حاولوا ما تعرفوش حاجات عن النوعيه دي من الافلام عشان. رقم بقى 2 معانا ذا سبستنس. الفيلم ده اولا ذا سبستنس ده واحد من ارعب واكتر افلام الدمويه التروماتايزنج اللي ممكن تشوفوها السنه دي. يعني مش عايز احكي قصته برضه عشان ممكن تبقى حرق، بس هو يعتبر الكامباك القوي ديمي مور بعد فتره طويله كان بقالها ما شفتلهاش حاجه مؤخرا يعني. بس فيلم حلو جدا، تمثيلها كان حلو، اخراج كريبي ومرعب جدا. فيلم قصته وفكرته اصلا في حد ذاتها ممكن تخوف ناس كتير، وتنفيذه كان حلو. اخر اكت من الفيلم على الرغم ان الناس ممكن ما تحبوش والكلام ده، بس انا عجبني جدا الصراحه، وعجبني النهايه المنطقيه للفيلم ده. يعني معلش لو في ناس ممكن شايفه ان ده رقم واحد، طبعا فيلم حلو قوي وعجبني كل حاجه، بس ده بالنسبه لي الفيلم ده ورقم واحد زي بعض يا جماعه. وهو فيلم يونج وومن. الفيلم ده حلو قوي قوي قوي. الفيلم ده انا متاكد ان ناس كتير ممكن ما تكونش شافته ولا تسمع عنه اصلا. قصته قصة حقيقية. واحدة المفروض أول ست بتعبر محيط إخراجيا معمول ممثلين. فيلم كليشيهاتي اللي إحنا عارفينه، هو فيلم مفيهوش أي حاجة من الحاجات دي، وممتع جدا، والتمثيل حلو قوي، والإخراج بتاعه جامد، والموسيقى حلوة، وهتحب الشخصيات وترتبط بالشخصيات وهتخاف على الشخصيات المؤثرة اللي أنت ممكن تشوفها السنة دي الصراحة. بتضايق لما بيبقى في أفلام حلوة قوي زي الأفلام دي وما بتاخدش حظها شهرة وبس. يعني التوب بالنسبه لي السنه دي. طبعا هعمل لكم حلقه للعربي ان شاء الله. يعني معلش طبعا لو خدنا وقت كتير، ومعلش طبعا لو بنغيب بقالنا فتره، بس يا ريت ننجيج على الحلقات، نتفاعل مع الحلقات كويس. اللايكس، الشير، السبسكرايب، عشان الواحد يبقى عنده حافز ان هو يستمر في الفيديوهات. انا لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل، تلقى انستجرام بيج او فيسبوك بيج، اضيفوا على التيك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا فيديوهات القادمه ان شاء الله. باي باي.